دي اصعب شغلانه في مصر. عمال محاجر الجير في المنيا بيضحوا بشكل ضخم جدا عشان رزق اليوم، لان هنا الغلطه يعني بفوره. مهنه محتاجه حرفه وخبره كبيره قوي، لان الموضوع خطر مش سهل يعني. الناس دي بتنزل كل يوم وسط الجبال، بتركب مكن بيقطع صخور ضخمه. اصلا دماغي كبيره ما اقعدش مع الهلافين يا شقق. الجير ده بيدخل في صناعات مهمه زي الطوب الابيض، البلاط، الاسمنت، حتى الاهرامات زمان كانوا بيستخدموه في كسوه الهرم من بره. المنيا كلها معتمده على الشغلانه دي. الطوب الابيض يخش في المباني، الجير الابيض دوت بيخش في مصانع السيراميك. فيها اكبر نسبه كالسيوم. كالسيوم؟ وبيوتهم تقريبا في المنطقه كلها من الحجر ده، هو نفس نوع الحجر اللي اتبنت منه حضارات كامله حوالين المنطقه، زي بني حسن وتونا الجبل ومدينه اخناتون القديمه. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، لان ده بيساعد جدا. قلنا بلايك واكسبلور واعجاب، ادعم الراجل ده، الراجل غلبان طلع المناشير وتغبر عشانكم. غبرت عشان وتغبر عشانكم. هلا يا جدعان. طلع انطلقت من القاهره للمنيا، رحله 3 ساعات عشان اوصل لنزله عبيد، قريه في المنيا كل اللي فيها شغالين في المحاجر. بعد 3 ساعات تقريبا من القاهره وصلت للمنيا اللي هي بدايه الصعيد، وبيسموها عروس الصعيد بسبب جمال نيلها وهدوءها. مشهوره بان فيها اثار فرعونيه ومدن رومانيه قديمه زي اللي ورايا دي، وكمان مشهورين بالزراعه، زراعه البطاطس والقمح. خليك مع بعضين. هو المنيا معتمده هنا على الزراعه وعلى الجبل. بالغالب هو بعد ما نخلص في غنم بينزل ياكل الحشيشه اللي موجوده، واللي بيفضل باقي بيترمي على جنب، وبعد كده بيتحرث وبيتجهز الارض للجمع. فكله ماشي رتم واحد. بعد ما بيشيلوا محصول البطاطس بيبداوا يرموا البواقي بتاعت البطاطس دي، فبيجيبوا الاغنام او المواشي تاكلها عشان تفضي له الارض، فبيستفيدوا من بعض يعني. 10 ايام دي بقى لها 10 ايام بس. عسل. لا، الزراعه بالنسبه لشرق النيل مساحه قليله، عشان يحدنا من الشرق الجبل ومن غرب نهر النيل المسافه قليله. فمعظم الناس اللي هنا شغالين اصلا اكتر في معظم الناس يعني حسبة 80% 70% كده شغالين في المحاجر. جيت مخصوص لقريه اسمها نزله عبيد عند بطرس. احنا جينا قريه نزله عبيد مخصوص لان هنا تقريبا معظم الناس اللي في القريه شغالين في المحاجر. ان احنا بنصنع من بدايه تصنيع المعدات بتاع المحاجر لحد ما بنصنع الطوب الابيض، مش بنستورد غير المواتير. دي ورشه عاديه موجود فيها كل المواتير اللي كانت موجوده في المكن اللي موجود في المحاجر. دي بدايه تصنيع الحشاشه. ماشي، بدايه التصنيع اللي بتطلع الطوبه من تحت. ماشي. ودي تصنيع الفصاله. دي الورش اللي بتصنعها هنا في القريه من بدايتها لنهايتها لغايه ما تطلع الجبل تشتغل. ده الموس اللي بيركب، وهو ده اللي بيقطع الحجر. دي مكنه جاهزه ان يركب عليها الموتور والمواس. الموتور يركب هنا والمواس تركب تحت هنا وتشتغل. فدي في الاخر بتنتهي ان هي تبقى بمليون او 2. هو تكاليف تشغيل المحجر اصلا عليه حسبة 2 مليون جنيه. هل ممكن حد يجي يبدا على المحجر وفي الاخر ما يلاقيش حاجه؟ ممكن. ايوه كتير بيحصل. يعني في ريسك على الجبله والجبله تطلع ناشفه معايا. المولد اللي بيولد كهرباء ماشي، بعد ما يكون عمره الافتراضي قل لازم ينزل الورشه هنا عشان خاطر يعيدوا تدويره من جديد، يعمروا. هو ده المولد؟ ده هو المولد. في حاجه في المحجر عامله زي الترابيزه كده بيسموها الصناره، بتبقى عريانه مكشوفه يعني، فالمولدات دي هي اللي بتديها الكهرباء، ولكن الموضوع خطر لان هي يعني مكشوفه، فلازم ياخدوا بالهم جدا ويكونوا حذرين وهم بيشغلوها. في مكن تاني ما بقوش يستخدموه، ساعات بقى بيجوا هنا يبيعوه يحطوه للتجاره، فعندك الحشاشه والفصاله، دي اسامي المكن اللي موجوده، ودي العربيات اللي بينقلوا عليها المكن ده. فانت القريه كلها هنا تجاره، صيانه، صناعه، كله في نفس المكان. جاي هنا عشان ابدا بكره معاه اليوم من اوله، تشوفوا كل حاجه من اول ما نبدا من الصبح من الفجر، لما العمال بيطلعوا على العربيات ينقلوهم يوصلوا هناك ونبدا شغل ونشوف كل العمليه ماشيه.
الساعة 4 الفجر هننطلق على مكان اسمه الشرفة. الشرفة ده المكان اللي بيبدأوا ياخدوا منه العمال كلها اللي بتتجمع في القرى كلها ويطلعوا على المحاجر. فيلا بينا. بيبدأوا يومهم قبل الفجر، يتجمعوا من مناطق مختلفة في مكان اسمه الشرفة، يشتروا فطار وينطلقوا للمحاجر. وصلنا المحجر. تقريبا يومهم بيبدأ من الساعة 3 الفجر وبيخلص الساعة 1، بس شغل من نار. العامل بيدخل وسط الضلمة يشغل مولد الكهرباء ويبدأ الشغل. يعني من أول ما بيبدأوا لحد ما يخلصوا شغالين، ما بيوقفوش. شغل مرهق جدا. يعني هي أصلا بدأت تحرقني من الدخان وأنا بقالي ربع ساعة هنا. طبعا احنا بننزل مع الساعه 3 الفجر، قبل الفجر بساعتين بنرص المولدات طبعا وبنشغل الاضاءه وبننزل نشتغل. هو الجو يعني ساقع وبتاع، بس يعني شقا، بس الحمد لله مستوره، ده رضا. أجدع ناس والله العظيم، أجدع ناس. لازم يكون في تفاهم كبير بين العمال، سواء التحميل فاهم أبعاده، وإن في مناطق مش شايفها لازم العمال اللي بيحملوا الطوب يبعدوا عنها. الدنيا شاقه يا اخوان، أجدع ناس. تلاقي العشاء مش مكفيه عيش. الناس اللي بتتعب اهي، أكتر ناس بتتعب اهي. ايوه اقسم بالله. والله. عامل بيركب مكن التقطيع، وعامل بيظبط الحديد اللي بيمشي عليه. عمال يدخلوا يشيلوا اللي اتقطع، وعمال تانية يرصوه للتحميل. وبيفضلوا مكملين في الدورة دي من 3 الفجر لحد الظهر. هنا بتحصل الإصابات لو مش واخدين بالهم، إن عامل يتأخر في التعدية أو ما يشوفش من الغبار فالموس يصيبه. ولو واقف ورا المكن ممكن الموس يفك ويجري لورا، أو إنه يلمس السنارة بالغلط فيتكهرب. طبعا دي من أخطر الحاجات اللي موجودة، وبيقول لك ما تقربش منها حتى عشان تبقى عريانة للأسلاك، ما ينفعش تمسكها. فصعوبة الحرفة بتكون من انعدام الرؤية، فضروري تفاهم وخبرة. طيب عندكم اسامي المكنه اللي بيصلحوها ورايا دي اسمها الفصاله. دي بتقطع الطوب بالطول. وعندك اللي ورا اللي بتمشي بسرعه دي وبيركب عليها اسمها الحشاشه. دي بتقطع بالطول والعرض. يخلصوا الطوب يبدا العمال يرموه على جنب يصفوه، لان هو بصوا عامل ازاي، بقى مقطع كده. يعني هو بيقطعه بالطول وبعد كده بيشيله بالعرض، يبدا العمال يرموه بالجنب يحطوه صفين جنب بعض عشان العربيه النقل تخش ويبداوا يحملوا. طبعا الصوت عالي بطريقه مش طبيعيه. حان وقت التحميل. احلى ناس، الله ينور.
احنا بس صباح المره رايحين نشتغل. صباح الفل. حاضر. الحرفة دي متوارثة من جيل لجيل لأن المكن تقيل والصوت عالي ومحتاج خبرة كبيرة. الموز بيلف بسرعة ومش بيبان وسط التراب، ولو طار من غير ما العامل يشوف بيعمل إصابات خطر. دي مواد البناء اللي بنستخدمها في حياتنا كل يوم، فأنت متخيل قد إيه بيتعبوا؟ مع إن شغل المحاجر مرهق وخطر، لكن خريجين كتير بيفضلوا يشتغلوه لأنه بيدفع باليومية فبيقدر يعمل فلوس أكتر. خريج كلية الزراعة جامعة المنيا دفعة 2021. الشغلانة هنا في المحاجر هي شغلانة خطر وكل حاجة. بقول أحسن مثلا ما أتغرب بعيد عن البيت وبتاع، بس أنا جات لي فرصة كويسة إن أنا أشتغل في مكان كويس ويقدر المهندس الزراعي، أنا مش أمان. المحاجر بتاع المنيا هي يعتبر مصدر رزق للمحافظة كلها، محافظة المنيا. في النهاية سواق اللودر بيشيل وينظف ويرمي في النقل، كل خطوة ومساحة محسوبة. يعني أنا شغلانتي اخترتها في الأوقات الطويلة. أنت شغال إيه الأول؟ سواق لودر. هي كل حاجة أخطر في حياتي، يعني هي لها مميزات وعيوب. يعني أخطر في إن أنت بتقعد فترات، اللي بيطلع يشتغل في المحاجر ده بيطلع 8 ساعات وبيروح. بياكل وبيشرب وبيقوم وبيطلع وبيخش وبيرجع ينام ويقوم يطلع تاني، وأنت بتبقى على ده الحال من يوم ليوم، فاهمني؟ يعني أوقات تشتغل كام ساعة؟ بتشتغلك 20 21 22 ساعة صح متواصلة، أنت قاعد على الكرسي شغال. لازم تكون ال 21 ساعة دول تركيزك من أول ما تطلع لحد ما تروح نفس التركيز هو، لأن أنت الغلطة فيها بحساب تضر من المعدات تقيلة. عشان ادخل دخل كويس اروح العيال كويس، عايز 80 نقله 90 نقله، بس هو مش دايما يوميا. ان هو ممكن في حاليا الوقت بالنسبه للمحاجر الجو نام فيها، السوق تعبان فيها، مش شغال، الطوب مش بيطلع كتير، فممكن نطلع مثلا حسبة اسبوع 7 ايام 10 ايام اقصى حد الشهر كله، وباقي الشهر قاعدين. طب يا جماعه والله تعبنا جدا في الفيديو ده، الناس شقيانه فربنا يعينهم، ودي نهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اول يوم النهارده. كل سنه وانتم طيبين. سلام. نزل عليك. انزل يا باشا. ده اهم لقطه دي، احمد ضياء. على كده